في مشاكل زوجية كتير بتحصل بين الزوجين، بس ما بيكونش السبب فيها الزوج ولا الزوجة. السبب بيكون فيها طرف تالت، ناس مش قاعدة معاهم في البيت بس ساكنة جواهم، جوا تفكيرهم، جوا عقلهم. زي مثلا الأم، في أم طول الوقت متدخلة في حياة بنتها، فتقعد وراها وتهمس في ودنها: هو بيخرجك ولا لأ؟ بيصرف فلوسه في ايه؟ خليه يجيبلك دهب، لو سكتيله هيستقوى عليكي. من غير ما تحس بتوجد المشاكل في حياة بنتها، وبتحول حياة بنتها لجحيم. وفي أخت مشكلتها إن أختها اتجوزت قبلها، أو متجوزة وبيتها مش مستقر، وتبدأ تقارن حياتها بحياة أختها، والغيرة تبدأ، والغيرة تتحول لنصايح غلط، فتدمر حياة أختها من غير ما الزوج يكون عمل حاجة. وفي صاحبة تلبس قناع الصحوبية والجدعنة، صاحبة بتحسسك إنك أهم وإنك مش محتاجة حد، وتتكلم كأنها بتقويكي، لكنها في الحقيقة بتسحبك من جوزك خطوة بخطوة. كأن كل ده مش كفاية، تيجي كمان نصايح السوشيال ميديا: اتطلقي لو حسيتي بالملل، استقلي علشان تبقي قوية، لو ما كانش مثالي سيبيه، لو ما قدركيش وخلاكي ملكة ورفعك فوق راسه سيبيه وارميه، وارمي ولادك، وبكرة تلاقي غيره اللي يعرف قيمتك. كلها نصايح فيها أنانية مقنعة، بتدمر فكرة البيت والأسرة من أساسها. الأم مش دايما واعية إنها بتدمر حياة بنتها وهي شايفة إنها بتحاول تحميها، والأخت مش شايفة إنها بتغير وهي بتنصح أختها بالغلط، والصحبة مش دايما صافية، والسوشيال ميديا صامتة لكنها بتزرع أفكار بتنهي الحياة الأسرية. العلاقة الزوجية مش ساحة مفتوحة لكل الناس، العلاقة الزوجية باب مقفول، لو دخل منه طرف ثالث حتى لو بنية الحماية بيتحول الحب لمعركة. الزوجة اللي بتسمع لكل الناس قبل جوزها هيجي يوم وهتسمع صوت الندم، بس بعد فوات الأوان.